مسلسل رمضان كريم. المسلسل ده انا قلت عليه قبل كده وقلت عليه كذا مره كمان ان هو ده افضل مسلسل مصري انا شفته في اخر 10 سنين. عارف ان الكلام ده بالنسبه لناس يعتبر مبالغه شويه، بس بالنسبه لي انا بصراحه هو ده الافضل. وللعلم انا كلامي هنا هيبقى عن الجزء الاول، نطلع الجزء التاني ده بره الحسبه خالص. طب ابتدي بايه بالكلام عن المسلسل؟ مبدئيا أنا اكتر حاجه بتشدني في اي مسلسل هم ابطال المسلسل بكل تاكيد. عرفوا يعملوا دورهم صح ولا لا؟ انت مصدقهم ولا لا؟ كممثلين عامه كويسين ولا لا؟ واحب اقول لك ان كل الكلام ده كان موجود معانا، وكل شخصيه في المسلسل كنت تحس ان هي ما بتمثلش، ده حياتها الطبيعيه. يعني عندك سيد رجب، انا مصدق ان ده عم رمضان اللي بالليل بينزل يسحر الناس ويفضل ينادي عليهم وهو ماسك الطبله طول الليل، والصبح هو راجل موظف محترم عادي جدا بيروح شغله، راجل ما بيحب الشغل الرشوه والشغل الشمالي يعني بمعنى اصح، حتى لو هو في اشد الحاجه للفلوس. وبالمناسبه ده اكتر دور انا بحبه لسيد رجب من وسط اعماله كلها اللي هو اشتغل فيها. وسيد رجب كمان عرف ان هو يستفيد من نجاحه في دور عم رمضان، لان هو في نفس السنه عمل لنا مسلسل ابو العروسه اللي هو يعتبر سيد رجب فيه برضه عامل نفس شخصيه عم رمضان. واكتر حاجه عجباني وهتشدك لمسلسل رمضان كريم هي اختلاف كل شخصيه عن التانيه. يعني مثلا عندك شخصيه زي رضا اللي عاملاها ريهام عبد الغفور، شخصيه رضا بس مش عايز اكتر من ان هي تتجوز خميس اللي هو صبري فواز وتعيش في بيتها وشكرا. ما عندهاش طموح لاي حاجه تاني، ما عندهاش طموح حتى ان هي تفكر ان خميس ده شخص مناسب ولا لا، شخص كويس اصلا ولا لا. هي تحسها كده ان هي راضيه باي حاجه، على عكس اختها سناء اللي هي عندها طموح ان هي تتجوز واحد غني وتسكن في فيلا مش في حاره او في شارع، وعندها استعداد ان هي تعمل اي حاجه مقابل ان هي تعيش في المستوى ده. وهكذا بقى الشخصيات، واحد بيحلم بحاجه والتاني نفسه في حاجه تانية خالص. ده غير ان المسلسل ده ذكي جدا في حته ان هو يخليك متعلق بكل شخصيه وفاكرهم بالاسم. مفيش شخصيه في المسلسل كده تحس ان هي دور ثانوي، لا كل شخصيه واخده مساحه تحس ان هي البطل اصلا. وهنا احب احيي طبعا المخرج سامح عبد العزيز، واحد من افضل المخرجين اللي بيعرفوا يعملوا الدراما الشعبيه بشكل كويس جدا. الراجل ده قبل كده عمل لنا فيلم الفرح وكباريه ومسلسل الحاره وبين السرايات، افلام ومسلسلات جامده قوي. يعني لو لسه حد ما شافش حاجه من الاعمال دي يروح يتفرج عليها طبعا. فالراجل ده بقى جمع كل خبرته عن الدراما الشعبيه وعمل لنا رمضان كريم. واهم حاجه في المسلسل ده ان هو عايشك فعلا في جو رمضان، والناس في رمضان بتبقى عامله ازاي، سواء الناس اللي بتصلي وتصوم ومقضيه رمضان كله في العباده، او الناس اللي بتفطر ومقضياها. يعني ميزه المسلسل ده ان انت لو بتتفرج عليه بره رمضان هتحس برضه ان انت في جو رمضان من كتر ما كل حاجه معموله صح. ده غير طبعا ان رمضان كريم كان نقله لكذا ممثل. يعني عندك مثلا كريم عفيفي كان ممثل في مسرح مصر، كان ليه جمهور بيحبه في مسرح مصر، وكان في ناس تانية لا مش بتحبه، بس في شخصيه جمال اللي هو عملها ما اعتقدش ان انت هتلاقي حد يقولك ان هو كان وحش في الدور ده، بالعكس هو كان من افضل الشخصيات في المسلسل. عندك مثلا خميس اللي انا ممكن اعتبره ان ده افضل شخصيه في المسلسل، اي مشهد غالبا هيظهر فيه انت عارف ان انت هتضحك جدا على اللي هيحصل. واحلى حاجه في المسلسل ان الكوميديا اللي فيه هي كوميديا موقف، والموقف اللي موجود فعلا هو بيضحكك. يعني عندك مثلا مشهد زي ده. جسمك حلو قوي. بتقول ايه انت؟ ما تحترم نفسك. ايه في ايه؟ احترم نفسي، انا قلت لك حاجه؟ عيب عليكي. ايه؟ خلاص بقى كل التحرش اللي في دماغكم اسهاس هو عايشين فيه. انا سامعك وانت بتعاكسها. مش هعلمك بقى بقول ايه يا اخي؟ مش يمكن في حزب مرجلاني، يمكن بستغفر ربنا. بقى كلكم في دماغكم الزفت ده بس، مفيش غير استغفار العظيم في دماغكم. طب معلش انا اسفه قوي، معلش حقك عليا، يمكن انا سمعت غلط او حاجه، معلش. اسف على ايه، انت فعلا جسمك حلو قوي. وفي مشاهد كتيره جدا غير المشهد ده، انا طبعا مش هينفع اعرضهم كلهم لان لو عرضت المشاهد كلها انا قناتي هتاخد كوبي رايت لحد ما تتقفل. وطبعا مش عايز انسى محمد لطفي ونجلاء بدر اللي كان ليهم دور كبير جدا برضه في الكوميديا، وبالذات محمد لطفي بشخصيه كابتن سامي اللي تعتبر برضه الشخصيه دي هي واحده من افضل الادوار اللي عملها محمد لطفي عامه. مسلسل رمضان كريم انا بشوفه بصراحه مسلسل متكامل. يعني مثلا عايز تشوف فيه كوميديا هتلاقي كوميديا، وكوميديا فعلا هتضحكك بجد، على عكس طبعا الكوميديا اللي بتتقدم الفتره دي. عايز تشوف دراما برضه هتلاقي. وشايف ان اكتر حاجه المسلسل ده عرف يلعب عليها ونجح جدا فيها كمان، ان المسلسل ده انت ممكن تتفرج عليه وبعد كده ترجع له مره واثنين وثلاثه وعشرة وعشرين كمان. بس مع ذلك حاسس ان المسلسل ده مظلوم. يعني على ما اعتقد في ناس كتيره جدا ما شافتش المسلسل، وفي صناع محتوى كتيره برضو من اللي بيتكلموا عن الافلام والمسلسلات ما اتكلموش عن المسلسل ده وما خدش حقه يعني من الاخر. فلو انت لسه ما اتفرجتش على المسلسل فروح اتفرج عليه، ولو ما عجبكش يا سيدي تعالى اعمل لي ديسلايك للفيديو واكتب لي كومنت قول لي فيه اللي انت عايزه كله. ولو انت اتفرجت على المسلسل طبعا اكتب لي في الكومنتات لو انت متفق معايا ان رمضان كريم هو افضل مسلسل نزل في اخر 10 سنين ولا لا، ولا هو مجرد مسلسل عادي. وبس كده، اتمنى الفيديو يعجبك وتعمل لايك واشتراك، واشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.